بتحس إنك دايمًا في موقف دفاع، كأنك متهم، وكأن الناس كلها ضدك، ومعتقد إن نيتهم دايمًا إنهم يجرحوك أو يقللوا منك أو حتى يستعبدوك، وحاسس إنك مرفوض أو مستهدف أو مش محبوب. أهو كل اللي أنت حاسه ده بقى اسمه الشعور بالاضطهاد. الإحساس بالاضطهاد أوقات بيكون مجرد إسقاط، صورة اتكونت جوانا من تجربة قديمة، يمكن من الطفولة، يمكن حد قلل مننا واحنا صغيرين، يمكن حد تجاهلنا، يمكن اتعرضنا للظلم. ووقتها اتعاملت مع اللي حصل معاك ده إنك قليل، ومن ساعتها بقيت متوقع نفس المعاملة من كل الناس. بس الحقيقة مش كل الناس اللي حواليك عايزين يوجعوك، ولا كلهم شايفينك قليل أو بيضطهدوك. أنا فاكرة كويس نظرتها وانكسارها لما بصّت لي وقالت لي: "ما حدش بيحبني بجد، الناس دايمًا بتبعد عني." باحس دايمًا إني مش مرغوبة حتى لو ما عملتش حاجة غلط. ولما سمعتها وهي بتحكي عن علاقات كتير انتهت بالشكل ده، وهي جواها نفس الصوت اللي بيقنعها وبيقول لها إنها أكيد مكروهة وإنها أكيد مش مهمة عند أي حد، سألتها بهدوء: "هو إمتى أول مرة حسيتِ إنِك مش مرغوبة؟" سكتت كده شوية وقالت لي: وأنا صغيرة كنت دايما بحاول ألفت نظر ماما. ماما طول الوقت كانت مشغولة جدا أو يمكن مهمومة، بس كنت دايما حاسة إنها مش شايفاني. ومن ساعتها الصورة دي ستت جواها وبقت بتشوف العالم كله بيها. كل علاقة جديدة هي بتدخلها كانت بتلبس ليها نفس النضارة القديمة: أكيد هيمشوا، أكيد مش هيحبوني كفاية. وساعات كلنا بنقع في الفخ ده، نعيش سنين شايلين وجع قديم ونتعامل مع كل الناس على إنهم استنساخ من الناس اللي وجعونا. نسمع كلمة لأ فنترجمها إن أنا مش محبوب، نسمع مشغول فافهمها إن أنا مش مهم، نسمع أي نقد ونصدق إننا وحشين ومش مرغوبين. لما تلاقي بقى نفسك متضايق من كلمة بسيطة أو إن الناس كلها بقت ضدك، وقف كده لحظة واسأل نفسك: هو أنا كشخص بعمل حاجة تضايق اللي حواليا فعلا فبيرفضوني، ولا أنا اللي رفضت نفسي من كتر خوفي من الرفض، ولا الصورة اللي اتخلقت جوايا هي اللي وجعاني؟ الاضطهاد دايما بيبدأ من جوانا، وعقلنا بيفضل يدور على دليل عليه لحد فعلا ما بنصدقه وبنعيش فيه. وعلشان تخرج بقى من كل ده، ابدأ راقب أفكارك. كل مرة تحس إنك مستهدف اسأل نفسك: هل ده حقيقي، ولا ده مجرد إحساس قديم بيحاول يلبس وش جديد؟ واعرف إن اللي بيشوف نفسه مظلوم طول الوقت هو للأسف غرقان في دور الضحية، وده بيحرمه من علاقات فيها خير كتير قوي ليه، وبيزود طول الوقت عنده الخوف وعدم الأمان. لكن أول ما تبدأ تصدق إنك مش عدو نفسك، إن الناس مش أعدائك، هتلاقي العالم من حواليك مش أعدائي زي ما أنت كنت متخيل، وهتقتنع إن في ناس طيبة، في فرص وفي حب، بس أنت محتاج تفتح له باب جواك الأول. ويا صباح الإس مورنينج بقى.